يوم ما انزل الانتخابات مش هنزل علشان ادعم رئيس بعينه، انا هنزل علشان ادعم الدستور اللي هيتحط، وهيكون في شرط رئيسي فيه ممنوع اللعب في الدستور. الرئيس اللي هيجي 4 سنين 4 كمان وخلاص. لكن لو لقيت نفس الوجه اللي ترشح أكتر من 10، اللي ترشح 10 سنين موجود في الساحة السياسية، يبقى أنا لا مؤاخذة الدستور عندي مغتصب، مش مخروم وبس. الثقافة السياسية مهمة جدا علشان هي اللي بتواجه الأفراد داخل المجتمع بتاعنا. أنا ممكن أحب أحمد طنطاوي لكن أنا منزلش أيده في الظروف ديت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن الانتخابات داخل مصر، العالم الافتراضي اللي المصريين عايشين فيه. عالم افتراضي إن إحنا نايمين لحد دلوقتي وبنحلم بالعدالة الاجتماعية عن طريق الانتخابات، إن يجي رئيس منتخب يعمل لصالح الشعب المصري. بيظهر لنا طنطاوي في المشهد كمعارض قوي ليه أرضية وليه شعبية وطنية داخل المجتمع، لكن المجتمع عندي في نفس الوقت مش عنده الثقافة التامة اللي تخليه يفهم المشهد السياسي. حتى أحمد طنطاوي، يعني أحمد طنطاوي عايش في العالم الافتراضي بتاعه، إن أنا ممكن ليك مؤيدين، بس هيقدروا المؤيدين يوصلوا ليك؟ لا، مش هيقدروا يوصلوا ليك. ليه مش هيقدروا يوصلوا ليك يا طنطاوي؟ ليه مش هيقدروا يوصلوا ليك؟ أنا أتكلم معاك بشكل مباشر. ليه الناس دي مش هتوصل ان هي تختار مرشح محترم زي احمد طنطاوي؟ علشان انا ما عنديش دستور، دي اول حاجه. عشان انا ما عنديش قوانين، دي تاني حاجه. تالت حاجه، انا ما عنديش قضاء، دي التالت حاجه. طيب ايه اللي يخليني اقول الكلام ده؟ ايه اللي يخليني اقول الكلام ده؟ انا ما بيفرقش معايا الرئيس زيد عبيد غنيم، ما يفرقش معايا الرئيس، لكن يفرق معايا الدستور اللي هيجي عليه الرئيس. هل الرئيس ده بيحترم الدستور؟ الدولة بتاعتي ليها دستور؟ عندك دستور. طب الدستور بتاعي اللي جه عليه الحكم وانا وافقت عليه كمواطنه وخد موافقه مني، هو نفس الدستور؟ لا مؤاخذه احنا خلقناه، لا مؤاخذه احنا خلقناه. طب انا مش عايزه الدستور المخروق علشان اقدر انزل انتخابات قويه. اتخلق ازاي الدستور ده؟ الدستور اتخلق بالواقع، ان هو اتقال ان المرشح الرئاسي هيجي يقعد فترتين. ده اذا جه بطريقه يعني ايه شرعيه. هنفترض ان الوضع الحالي كان ليه شرعيه، جه بطريقه شرعيه وقعد سنتين، قعد 4 سنين، ليه حق يتم انتخابه مره تانية. خلاص بعد كده باي، نقول له باي؟ لا، ده بيجوا ويقوموا ماسكين لك الدستور ويقولوا لك علشان نكمل الخطة الاستراتيجية الجامدة جدا اللي خلت البلد واو، يبقى لازم نخلي الرئيس موجود، نديله فترة كمان، نديله مية. يقوم جايلك تاني يقول لك ونخليه فترة كمان، نديله مية، وبعد كده يقوم قايل لك خليه مدى الحياة. اصل هو مفيش حد جه زيه، مش رئيس بعينه، مش بتكلم على رئيس بعينه، ده حصل ايام مبارك، الراجل قاعد 30 سنة، 30 سنة نحل وبرنا فيهم، وزي المسمار كان قاعد. المهم الناس دي كلها جت على دستور مخلوق. حتى الاخوان لما جم على دستور مخلوق برضه. ما سألوش نفسهم هم لما جم ليه سمحوا لهم يدخلوا الانتخابات، وهم المفروض انت الفيش والتشبيه بتاعك
بيقول ان انت هربان من السجن، لا وهربان بكارثة، ده انت تم اقتحام السجون ديت وانت طلعت من السجون دي عن طريق خلية إرهابية هربتك. دي الدولة اللي قالت كده، ومع ذلك قعدوك وفرخوك وقعدوك على الحكم، وانت فرحت جدا وضحكت وبقك بقى من هنا لهنا. ده مشهد مش مشهد سياسي، ده مشهد استهبال سياسي. وبعد شوية يا لهوي دول هربانين من السجن، احا وانتوا ما كنتوش تعرفوا ان هم هربانين من السجن، وقاموا مكحرتينهم عاطل مع باطل، ظالم مع مظلوم، ورموهم في السجن، وعملوا المذبحة بتاعت رابعة دي اللي ما زالت لحد دلوقتي نقطة سوداء في ملف ثورة 2011، نقطة الإخوان. لكن مش بتكلم عن فئة معينة، ولا فئة دينية، ولا فئة يهودية، ولا فئة مش عارفة ايه. من جمال السياسة عندنا والدستور والقوانين المخروقة، إسرائيل نفسها عايزة تقلدنا، وكانت تعمل دستور زينا وقوانين وتدخلات في القضاء والكلام ده كله، لأني لقيت الموضوع طعمه حلو جدا. ازاي تاكل لقمة سهلة اسمها دولة وشعب. فأنا ما عنديش قانون، أنا واحدة من المنتخبين اللي مش هينزلوا الانتخابات، كل واحد حر، فكل واحد بيقول رأيه هو هيعمل كده ليه. أنا مش هنزل الانتخابات علشان ما اديش أرضية أو شرعية لحد. لو اتزورت الانتخابات هتبص تلاقي، وهي ممكن يعني وارد، يعني أصل هي مش هتكون حاجة جديدة، يعني احنا مش هنتكلم في حاجة ممكن تحصل وممكن لا. لو اتزورت الانتخابات، على فكرة أنا مش بقول لو كده، أنا بقول لو افتراضي، لأن ممكن يكون رأيي صح وممكن يكون غلط، لكن بناء عن تجربة خاصة. لأن إحنا أيام انتخابات 2011 كانت أمي متوفية في السنة ديت، وبصينا لقينا اللجان الانتخابية اسمها والبطاقة بتاعتها مدرجة في الانتخابات، كانت مدرجة، وقعدنا نضحك يعني، وكان اسم المدرسة مذكور. فديت حاجة. فمن ساعتها عرفت يعني الانتخابات بتبقى عاملة ازاي داخل مصر. طيب انت دلوقتي مش تنزلي الانتخابات ليه؟ علشان التزوير؟ لا، اصل التزوير ده حالة عامة، يعني حالة بتحصل بقالها كتير، او حصلت على مدار الاحكام اللي فاتت كلها. طيب مش عايزة تنزلي ليه الانتخابات؟ برضو ما وضحتيش. مش هنزل الانتخابات لاني ما عنديش قوانين، ما عنديش دستور. يعني ماشي الرئيس اللي هيجي ده هيجي بالتزوير ماشي، بس انا لازم يكون عندي دستور بيحاسب الرئيس على الخطة اللي عملها خلال فترة حكمه، وهو عمل ايه، وكل قرش اتصرف في ايه، وراح فين وجه منين، وتكون في عندي ويكون في عندي مؤسسات، مش مؤسسات خاصة، مؤسسات بتحاسب الرئيس نفسه وبتحاسب المؤسسة بتاعته. يبقى الرئيس ده حاجة كده منفصلة، يعني ما انت خلاص بقيت رئيس الجمهورية، جيت لي من المجلس العسكري، انا مش عايزاك تتعامل مع المجلس العسكري، انا موافقة يجي رئيس من المجلس العسكري، مش هقول لا، بس مالكش علاقة بالمجلس العسكري. يجي قائد جديد للمجلس العسكري وانت في حتة وهو في حتة، انت في حتة وهو في حتة بس، والقائد الجديد ده ياخد الهيلمان بتاعه ده، وياخد الفرح العمدة بتاعه ده، ويطلع بيه بقى يشوف ايه، هيحملنا الحدود، هيعمل ايه، يسيبوا بقى من الفطير المشلتت والكحك والبسكوت والحاجات الغريبة اللي انتوا بتعملوها دي، وتبتدي انت تقعد كرئيس دولة محترم على الكرسي بتاعك، تدير العلاقات الخارجية للدولة والخطط الاستراتيجية داخل الدولة،
وتشوف احتياجات الدولة ايه، وتعمل تنمية اقتصادية، سواء تنمية صناعية او تنمية منتجات حيواني او تنمية زراعية. المهمين هما التلاتة دول اللي هيحافظوا على استقلال اي دولة، اللي هتحافظ على استقلال اي دولة. انا ما عنديش دستور بالشكل ده. انا عندي دستور ممكن ويجي رئيس يقول له طب هات لي الدستور، بص انا اغير الحته دي واشيل الحته دي واجيب الحته دي بدل الحته دي. طب انا اعمل قانون، احط قانون نزع الملكيه، احط قانون مش عارفه ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الخرا ده؟ ايه الخرا ده؟ احنا مش معترضين. عايزين تحطوا لنا واحد عسكري هاتولنا، عايزين تحطوا لنا واحد مدني حطولنا، بس هاتولنا واحد منفصل خلاص عن المؤسسة. لا في المناسبات يجتمع لي بالعساكر، ولا يجتمع لي بكلية الشرطة، ولا يجتمع لي بمش عارفة ايه، ولا الحاجات اللي احنا بنشوفها دي، ولا الحاجات الزفت اللي احنا بنشوفها دي. لا يجيب لي الدستور ويقعد مجلس الشعب على الترابيزه غير يلا الحته دي، خد موافقه 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 موافقه. ايه ده؟ لو عزبه والله العظيم ما بتتضرب بالشكل دوت. لو عزبه مش هتتضرب بالشكل ده. احمد بقى طنطاوي نازل الانتخابات. يا احمد نازل تهبب ايه يا حبيبي في الانتخابات؟ يا حبيبي الانتخابات انت كده وجودك هيعمل ارضيه، ومطلوب ان تبقى في ارضيه، ان الناس تنزل. الناس كل ما يستفزوا الناس ضد احمد طنطاوي يقوموا الناس يقولوا لا هننزل، نقبض على 100، نقبض على 20. انتوا بتعملوا ليه كده يا ولاد مش عارفه ايه؟ طب والله العظيم لا ننزل عشان ننجحه. وهتنزل وامك في العش ولا طارت. خلاص طالما نزلت من بيتك الانتخابات خدت شرعية. لكن انت قبل ما تعمل انتخابات اعمل قانون. طب ما احمد طنطاوي سقط في انتخابات مجلس الشعب. سقط ليه في انتخابات مجلس الشعب؟ ما عندوش دستور، ما عندوش قانون يحميه، لجأ للقضاء. خد ايه؟ قلت لك لا في قانون ولا في دستور ولا في قضاء، لجأ للقضاء. واللي بيخليني اقول ما فيش قضاء برضه ليه؟ لان عندنا ناس عليها احكام ما بتتعملش. يعني الواقع بيقول لك مرتضى منصور عليه احكام، الراجل ما اتحاكمش، قاعد في بيته حاطط رجل على رجل وعامل كده. طيب يعني يبقى انت ولا عندك قانون ولا عندك قضاء، ولا في حاجه اسمها الضبطيه القضائيه، ان القضاء بيحكم عليه بالضبطيه القضائيه، والمباحث بتروح تجيبه من بيته، او يقبضوا عليه في كمين، او يترقبوه في اي مكان. يعني هو كل يوم طالع ما شاء الله هنا وهنا. ده لو عايزين ينفذوا القانون والقضاء. لكن انت عندك دولة نظام الحاكم من سنة 53 عمل على هدم المؤسسات بتاعت الدولة او السيطرة عليها. اصل هي السيطرة عليها يعني هدمها، يعني حاجة كده ملهاش رأي، حاجة كده ايه. عندك قضاء عندك قضاء، عندك محكمة عندك محكمة، عندك مؤسسة عسكرية، عندك مجلس شعب عندك مجلس شعب، عندك كل حاجة، وانت ما عندكش اي حاجة، لا تمتلك اي حاجة من دي. حتى صوتك لا تمتلك صوتك. حتى لو نزل في الانتخابات احمد طنطاوي هيسقط. مش معقول يا احمد عمالين يقبضوا على اهلك وعمالين يقبضوا على 100 زي ما انت بتقول. انا ما اعرفش، قبضوا على 100، قبضوا على اهله، ضربوه طردوه من الجامع، ما دخلوهوش الاستاد، ده اللي احنا سمعناه. طب عملوا ده كله وسايبينك ليه؟ علشان تخلي الناس تعيش الواقع الافتراضي اللي هو اخطر حاجة بتصيب العقل البشري. الواقع الافتراضي اللي هو الواقع اللي انت هتعيشه في الحلم. تمدد يا معلم بقى وتحلم. احلم بايه؟ يا الانتخابات، الملائكة شايلة صناديق الانتخابات وراحة بيها، هوب طنطاوي نجح، وهوب طنطاوي حقق العدالة الاجتماعية، طنطاوي عمل وسوى.
كل الحاجات الجميلة اللي احنا منتظرينها داخل الدولة بتاعتنا. ده العالم الافتراضي. وتقوم ملبوب بكرباج على ظهرك، احنا معاك احنا معاك احنا معاك، مش معاك هنجيب ايه، لف كده يدينا ظهرك وناخد العملة التانية بتاعتك اللي هي كانت معاك، واحنا معاك برضو. واللي كان قبليه وحش نقعد اللي قبليه حلو وجميل وأمور، ويجي التاني نسخة بالكربون. فاكرين فيلم إسماعيل ياسين؟ أنا شفتك فين قبل كده؟ أصل أنا في مني 3، واحد في البحرية وواحد في الحربية وواحد في الجيش. عملة واحدة، المؤسسة العسكرية عملة واحدة. هقول ماشي، المؤسسة العسكرية جميلة وأمورة وحلوة، وأنا يعني خليني بنت وطنية كده وأقول لا، وهو فعلا يا جماعة مش الكل وحش على فكرة، بس هما يعني لما تيجي واحدة زي لندن تقولك أنا باخد الملحق العسكري بتاعي بناء على شروط معينة، الشروط المعينة بتاعتها إن هو يكون عنده ولاء للدولة دي، هتقدم لي خدمات، هتعمل لي أرضية مشتركة داخل مش مشتركة ولا حاجة، أرضية منحدرة هي تبقى فوق وإحنا بندقلك تحت. هعمل. الدولة دي لها علاقات كتير مع دول غربية، مع دول عربية، بيحصل صراع بينهم دلوقتي على تقطيع مصر. الدول العربية عايزة تقطع مصر. ابن زايد طلع قلنا في الساحل وبيوري السعودية ان هو ماشي، هو الراجل ماشي بيفرق فلوس والناس جعانة ومحتاجة، ماشي بيفرق فلوس، هوب هوب هوب، خد يلا خد يلا، هتلاقي الناس حواليك طبعا. فبيبين بقى ان هو محبوب حتى من الشعب. تقوم السعودية تتغاظ منه، تقوم جايبة الإعلاميين بتوعها، ما هو مسيطرة على مؤسسات إعلامية داخل مصر كتير، وتقوم مطلعه وأعلنت عن المرشح اللي هو هم عايزينه من الجيش، هو محمود حجازي دوت، اللي هو يعتبر حما بنت السيسي. فأعلنوا عنه، وفي بقى تكذيبات داخل مصر، لا مفيش، لا مش عارفة ايه الكلام ده كله، لكن في تحفيز وفي مساعدات، واللي بيعمل حاجة ما بيقولش، لأن الراجل ده ملحق عسكري في لندن وليه أرضية هناك، وهم يعني بيبقى ليه ولاء وليه تحقيق مطالب للدولة دي، والدولة دي بتحقق له المطالب بتاعته داخل الدولة اللي هو فيها أو اللي هو بيعمل فيها. طبعا السعودية عامل مشترك ما بين الاتنين زي ما احنا عارفين، عامل مشترك ما بين الاتنين. طب محمود حجازي كان شريك السيسي في الخطط الاستراتيجية اللي حصلت داخل الدولة، فإذا يبقى احنا مش هنقدر لو قلنا ان النظام عايزين نحاكمه، حتى لو قلنا زي ما الناس بتتكلم، زي ما قلنا ايام حسني مبارك، قلنا عايزين نقعدهم على الترابيزه ونتحاسب، نقول لهم انتوا عملتوا زي ما انتوا بتقولوا، قولوا لنا الحاجه الكويسه اللي اتعملت ايه، الفلوس اتصرفت في ايه، الكلام ده كله. فهل هو ده هيحصل؟ لا مش هيحصل طبعا، زي ما حصل مع طنطاوي ومع مع حسني مبارك، هو ده الوضع القائم. لكن لا طنطاوي هيجي ولا غير طنطاوي ولا اي حاجه. طنطاوي كارت بس بيدي ارضيه، والكلام ده انا قايلاه من زمان، بيدي ارضيه علشان ينزل نسبه عاليه من المنتخبين، ويقولوا ان النسبه دي كلها راحت 99.9% للي هم عايزينه، مش لحد معين، عشان ما خرفش، بس للي هم عايزينه. واللي هم عايزينه يعني السعودية عارفة ان المؤسسة العسكرية هي اللي هتنجح، بس هي مش عايزة السيسي، فكانت ممكن تدعم طنطاوي، لا هي هتدعم الطرف التاني اللي هو، وبكده هتعمل بقى مشاحنات ما بين الطرفين. واتفرج يا معلم على اللي هيحصل في الفترة الانتخابية القادمة. انا مش هنزل لان الدستور بتاعي مخروق، وانا مش هنزل على دستور مخروق، انا هنزل يوم ما انزل الانتخابات، مش هنزل علشان ادعم رئيس بعينه، انا هنزل علشان ادعم الدستور اللي هيتحط
وهيكون في شرط رئيسي فيه، ممنوع اللعب في الدستور. الرئيس اللي هيجي 4 سنين 4 كمان وخلاص. لكن لو لقيت نفس الوجه اللي ترشح أكتر من 10، اللي ترشح 10 سنين موجود في الساحة السياسية، يبقى أنا لا مؤاخذة الدستور عندي مغتصب، مش مخروم وبس، ده كملوا اغتصابه يعني. فديت وجهة نظري الخاصة. فعلشان كده أنا مش هنزل الانتخابات، وده حقي مشروع. يا رب بقى ما يجوش يقولوا لنا انتوا هتدفعوا غرامه. ليه؟ ما انتوا عندكم ثقه ان الناس يا جماعه اللي عايز ينزل يأيد النظام الحالي ينزل، اللي عايز ينزل يأيد طنطاوي ينزل، اللي عايز ينزل يأيد مرشح عسكري تاني ينزل، مفيش اي مشكله. كل واحد ليه وجهه نظر، لكن الثقافه السياسيه مهمه جدا علشان هي اللي بتواجه الافراد داخل المجتمع بتاعنا. انا ممكن احب احمد طنطاوي، لكن انا منزلش ايده في الظروف ديت، منزلش. انت نفسك يعني هتتعرض لحاجات صعبه جدا شفناها في الاخوان، شفناها في محمد مرسي. تابعونا على القناه، فعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهات جديده اول باول. معاكم صفاء خطاب، السلام عليكم ورحمه الله.